تخيل معايا الساعة 2 بالليل، الدنيا ضلمة كحل والغابة كلها ضباب، وفجأة بتشوف دكتور اسمه لويس ماشي حافي في الطين وشايل على كتفه بنته الصغيرة وملفوفة في ملاية بيضة، ودي نفس بنته اللي لسه دافنها بإيده الصبح. وأول ما رجله تلمس الأرض بيحس إنها طرية وبتتحرك تحته، وفي نفس الثانية بيسمع صوت خارج من الصخور بيقوله ادفنها هنا هترجع لك. فبينزل على ركبه وبيبدأ يحفر بضوافره لحد ما تتكسر ودمه بينقط على الملاية. بس الغريب إنه مش خايف خالص، وشه ساكت مقتنع إنه بيعمل الصح مش بيدفن بنته. فيا ترى إيه اللي حصل وصله لكده، وإيه اللي حصل بعد كده؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. بس قبل ما نعرف بقى ونجيب الزتونة من الأول، ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناة الخلاصة فيلم وتفعلوا الجرس، وقولولنا في التعليقات عايزين نلخص فيلم ايه المرة الجاية. ويلا ركز معايا عشان هنجيب الأحداث من البداية. بتبدأ حكايتنا بدكتور لويس وهو لامم عيلته في العربية بتاعته ورايحين بيتهم الجديد. أول ما وصلوا لقوا قدامهم بيت ضخم وكبير في الريف، حاجة كده هادية وفخمة. وبتكون إيلي بنته متحمسة وفرحانة قوي ومبسوطة بالمساحة الكبيرة اللي حواليه. بيبتسم لويس وبيديها المفتاح وبيقول لها روحي افتحي البيت يلا وادخلي أول واحدة. وهي بتفتح الباب بتعدي عربية كبيرة فجأة وبتتخض ريتشل مراته، بس مش بتدي أي اهتمام وبتدخل ولا كأن أي حاجة حصلت. بيدخلوا البيت ويتعرفوا عليه. بالليل لويس وريتشل بيقعدوا مع بعض ويتكلموا. ريتشل بتسأله هيوحشك الشغل القديم بتاعك؟ بيرد عليها وبيقول لها لأ، أنا كنت شغال في الطوارئ، أكيد مش هيوحشني، ما تقلقيش عليا. وبعدها بيتكلموا شوية ويروحوا يناموا وينتهي اليوم. تاني يوم الصبح بيروح المستشفى ويستلم الشغل الجديد بتاعه. في نفس الوقت إيلي وريتشل كانوا بيرتبوا البيت وطلعوا عشان يظبطوا الجنينة ويفضوا الكراتين. وفجأة بيسمعوا صوت طبول جاي من بعيد، وبتظهر مجموعة أطفال لابسين أقنعة غريبة ومخيفة، معاهم عربية صغيرة حاطين فيها حيوان ميت. إيلي بتخاف جدا وبتقول لمامتها هما بيعملوا إيه يا ماما؟ ريتشل بتبص عليها وبتقول لها ما تخافيش، تلاقيهم بيلعبوا. بيدخلوا البيت وبتحاول ريتشل إنها تنسي إيلي اللي شافته وبتقول لها إيه رأيك نتفرج على التلفزيون؟ بتوافق إيلي وبيتفرجوا سوا على كرتون، بس دماغ إيلي بتكون مشغولة باللي شافته. بيجي اتصال لريتشل فبتشوف مين لقيتها مامتها، وفضلوا يتكلموا شوية. ولما إيلي شافت مامتها مش فاضية ومش مركزة معاها، طلعت من البيت وراحت للمكان اللي كانوا الأطفال عنده، ولقت مكان غريب عامل زي المدافن، وفي حاجز غريب كبير قوي معمول من الخشب وأغصان الشجر. بتجرب تطلع عليه بس بتقع، وفجأة بيظهر راجل عجوز بيساعدها تقوم وبيقول لها إنه اسمه جاد. بتسأله إيلي عن المكان اللي هم فيه، بيقول لها إن المكان اللي إحنا فيه أهل القرية بيدفنوا فيه الحيوانات بتاعتهم، وإن الكلب بتاعي أنا كمان مدفون هنا. بعدها بتظهر مامتها وهي مخضوضة وبتقول لها انتي ازاي تطلعي من غير ما تقوليلي، وليه جيتي هنا لوحدك؟ بيتدخل جاد ويحكي لها على اللي حصل، فبتشكره ريتشل لأنه أنقذ بنتها. ويتعرفوا إنهم عيلة الدكتور الجديد ولسه جداد في المكان. بيودعوا بعض وبيرجعوا البيت. بيرجع لويس من الشغل بالليل وبيروح أوضة إيلي عشان يسلم عليها، فبتسأله إيلي هي ليه الحيوانات مش بتعيش كتير يا بابا؟ بيرد وبيقول لها كل واحد ليه العمر بتاعه، ما تخافيش إن شاء الله هنعيش مع بعض وقت طويل، وكمان أخوكي لسه صغير. بتتضايق ريتشل من سيرة الموت وبتحاول تغير الموضوع، فبتسألها إيلي ماما هي خالته ماتت ليه؟ هي ما كانتش كبيرة وماتت برضه. هنا بيتدخل لويس ويغير الموضوع خالص لما بيلاحظ إن مراته اتضايقت. وبعدها بينيموا إيلي وبتخرج ريتشل وتروح أوضتها، بتطلع صور لأختها وبتفتكر الذكريات بتاعتهم سوا وهم صغيرين. بيقطع تفكيرها دخول لويس الأوضة وهو بيسألها انتي ليه مش عايزة تكلمي إيلي عن الموت؟ بتقوله عندي عقدة من الموضوع ده من ساعة ما أختي ماتت وأنا صغيرة، وكمان إيلي لسه صغيرة على موضوع زي ده. وبعدها بينهوا الكلام ويناموا. تاني يوم الصبح بيروح لويس المستشفى، وأول ما يدخل بيتفاجئ بواحدة بتصرخ وبتقول الحقوا فيكتور بسرعة. بيدخلوه أوضة العمليات وبيحاول لويس إنه ينقذه بكل الطرق. للأسف فيكتور بيموت، وبيزعل لويس عليه جدا لأنه كان طالب بيتدرب معاه في نفس المستشفى. وفجأة في وسط حزن لويس النور بيطفي وينور لوحده. بيبص لويس على السرير وبيلاقي فيكتور صاحي
وقاعد على السرير. هنا لويس بيخاف جدا. وسط خوفه ورعبه بيسمع فيكتور وبيقوله اوعى تخليهم يكسروا الحاجز، اوعى يا لويس. بعد ما قاله كده بتدخل ممرضة الأوضة وكل حاجة بترجع زي ما كانت. بيخلص لويس ويروح يركب العربية، وأول ما ركب بيلاقي عربية كبيرة قوي كانت هتدخل فيه. بيرجع لويس البيت وهو زعلان ومتضايق وفي نفس الوقت حيران. بيقعد قدام البيت لوحده. بتعدي ريتشل وبتشوفه وبتقعد جنبه وبتسأله مالك يا لويس؟ بيقول لها كان في متدرب عندنا في المستشفى اسمه فيكتور جه المستشفى وهو حالته حرجة جدا ومات النهاردة. كان صغير لسه ما كملش 20. بتفضل ريتشل معاه وكانت بتحاول تهون عليه. تاني يوم الصبح بتصحى إلي وبتروح عند بيت جون عشان تسلم عليه. بتدخل البيت ويسلموا على بعض وبتروح تتفرج على الصور الموجودة وبتكتشف إن مراته ماتت. بتزعل وبتقوله أنا عندي قط في البيت وبحبه قوي. بتاخد جود معاها البيت عشان يتغدى معاهم. بيقضوا اليوم سوا وبتوريه القط بتاعها. وريتشل بتقول لجود السمسار جه النهاردة وقال إن في 50 فدان تبع الجنينة بتاعت البيت. بيرد جود خلي بالك عشان مقبرة الحيوانات ضمن ال50 فدان دول. بيخلص اليوم وكل واحد بيرجع البيت بتاعه وبيناموا. في نص الليل بيصحى لويس على صوت حد بيناديه. بيقوم وبيلاقي إن ريتشل نايمة وعياله كمان نايمين، فبيستغرب جدا لأن مين اللي هيناديه في الوقت ده. بيطلع من الأوضة عشان يشوف مين. بيلاقي الباب اتفتح فجأة وفيكتور واقف قدام الباب. بيروح لويس وراه لأن مفيش قدامه حل تاني غير ده. وأول ما بيخرج من البيت بيلاقي نفسه مرة واحدة عند مقبرة الحيوانات. بيبصله فيكتور وبيقوله انت حاولت تساعدني وانا دلوقتي هحاول اساعدك. وبيشاورله على المكان اللي ورا الحاجز وبيكمل اياك تروح هناك ابدا يا لويس لان الارض دي ملعونة. فجأة بيصحى لويس على صوت ابنه وبيتفاجئ انه في اوضته على سريره. فبيتجاهل اللي حصل وبيقول لنفسه انه كان بيحلم وبيلعب مع ابنه شوية. واول ما جه يقوم بيلاقي رجله مليانة طينة. بيخاف جدا وبيفهم إنه راح المقبرة فعلا وما كانش بيحلم ولا حاجة. بتدخل ريتشل الأوضة ولويس بيخبي رجله بسرعة قبل ما تاخد بالها. اليوم ده بيكون عيد الهالوين. بيطلع من البيت بيلاقي الأطفال واقفين برا بيلعبوا وجود واقف بعيد عنهم شوية. بيروح له وبيقوله مالك واقف كده ليه؟ هتخوف الولاد. جود بيقوله مش قصدي أخوفهم، القط بتاع إلي لقيته ميت هنا، تقريبا في عربية خبطته. قبل ما لويس يرد عليه شاف إن إلي جاية فبيقول لجود خد القط ده من هنا بسرعة لأي مكان بعيد وأنا هشغل إلي واوعى تقول لها. بعد الاحتفال بيرجع لويس البيت وبيحكي لريتشل اللي حصل وبتقوله وهي بتعيط أنا مش بحب سيرة الموت، ما تقولش لإلي عن اللي حصل. فبيقول لها لويس مش هقول لها بس هي هتعرف كده كده لما تلاقيه اختفى. بس انتي ليه بتخافي من سيرة الموت قوي كده؟ بترجع ريتشل لذكريات وبتحكي له أختي كانت بتكرهني لأني اتولدت طبيعية، ما كانش عندي مشاكل في ظهري زيها، وكانت دايما بتقولي إن حياتي هتنتهي وإني هبقى زيها. وفي مرة بابا وماما ما كانوش في البيت وكنت أنا وأختي لوحدنا وخفت أطلع أديها الأكل بتاعها وعشان كده قررت أحطه في الأسانسير بتاع الأكل رغم إني كنت عارفة إنه مش شغال بقاله فترة كبيرة. وفجأة لقيته نزل تاني وأختي وقع فيه وميتة، ومن ساعتها وأنا حاسة بالذنب لأني السبب في موتها. عارفة إنك مش هتصدقني بس أنا كنت بسمع صوتها جوه الحيطان ولحد دلوقتي لسه بسمعه، وده بعد ما ماتت. بيهون عليها لويس وبيقول لها السبب مش فيكي، أهلك هم السبب لأنهم ما صلحوش الأسانسير، وما تخافيش مش هجيب سيرة القط ده لإلي، ولو سألتني هقول لها إنه هرب. بالليل بيستنى لويس إن كلهم يناموا وبيروح مع جاد عشان يدفنوا القط، وساعتها بيفتكر كلام فيكتور والحلم اللي حلمه عن المقبرة. وأول ما ينزل للأرض عشان يحفر جاد بيسمع صوت غريب جاي من ورا الحاجز مش بيديه أي اهتمام، وبيسأل لويس هي إلي كانت بتحب القط ده؟ لويس بيقوله أيوة بتحبه جدا حتى أكتر من نفسها. راح جاد قاله طب وانت بتحب إلي؟ وهو بيكسر الحاجز لويس بيرد عليه طبعا بحبها. بياخد جاد القط وبيعدي الحاجز وبيقول للويس إنه يجي معاه. بيحاول لويس يمنعه ويقوله بلاش، معرفش يمنعه وراح وراه. عدوا الحاجز وشاف مكان ضلمة قوي ومخيف وفيه أصوات مرعبة. جاد بيقوله خد لازم تدفن القط بنفسك وتحط فوق قبره طوب
بيعمل لويس زي ما بيقوله وهو مش فاهم. بعد ما خلصوا بيرجع لويس البيت وبينام. تاني يوم الصبح بيروح لويس وريتشل أوضة إلي عشان يقولولها إن القط هرب وهم خايفين من رد فعلها. بتقولها ريتشل: بصي يا حبيبتي، هقولك على حاجة واسمعيني للآخر. القط بتاعك هرب. فضلوا باصين ليها وهم خايفين من رد فعلها. إلي قالت لهم: هرب ازاي؟ ده دخل امبارح من الشباك ودلوقتي نايم في الدولاب بتاعي. بيتصدم لويس من اللي سمعه وبيروح يبص في الدولاب وفعلا بيلاقيه موجود بالدم بتاعه. ريتشل بتقوله بسخرية: الحمد لله انك مش دكتور بيطري، كان زمانك قتلت كل الحيوانات. لويس مردش عليها لانه كان مصدوم جدا، ده لسه دفنه امبارح بايده. بيروح بسرعة عند جود وبيقوله: مش احنا دفنا امبارح القط بتاع إلي؟ بيرد عليه: ايوه فعلا احنا دفنينه سوا. لويس بيقوله بحيرة: طب كده ازاي هو موجود في البيت مع إلي؟ انا هتجنن. جود بيقوله: مش انت عايز إلي تكون مبسوطة؟ انا رجعت لها القط. الارض اللي دفناه فيها دي ارض غريبة جدا، محدش لاقيلها تفسير، ملعونة، يعني اي حد بيتدفن فيها بيرجع تاني. بيمشي لويس من عنده وهو مش فاهم حاجة، وبيرجع البيت وبيبدأ يدور عن الارض دي، وبيلاقي ورقة فيها صورة الأطفال اللي شافوها ريتشل وإلي أول ما جم البيت، وكان مكتوب عن الأرض دي إنها تبع الهنود الحمر وبترجع اللي ماتوا تاني للحياة. في أوضة إلي كانت بتنظف القط بتاعها وبتلعب معاه زي أي يوم، بس بتخاف منه لما بقى شرس فجأة وخربشها. بيدخل لها لويس الأوضة وبيطمنها وبيقول لها: ما تخافيش يا إلي، أنا وماما معاكي دايما، وكمان إحنا نقلنا هنا علشانك عشان أقدر أقضي وقت أكتر معاكي انتي وأخوكي. بيلعب معاها شوية بعد ما طهر لها الجرح، وبياخد القط وبيطلع بره وبيقفل الباب كويس عشان ما يدخلهاش تاني. بيروح لويس الأوضة بتاعته وبتسأله ريتشل: مالك يا لويس؟ شكلك متضايق ليه؟ بيقول لها: أبدا مفيش حاجة، بكرة هاخد القط واديه للدكتور عشان أعرف تصرفاته متغيرة كده ليه. فجأة بيلاقوا القط جنبهم بياكل طائر ميت. ريتشل بتخاف جدا ولويس بياخد القط ويطلعه بره الأوضة بسرعة جدا، لكن القط بيخربشه وبيجري بسرعة على الكابو. لويس بينزل وراه بسرعة، بيشوف مكان ضلمة جدا وبيسمع صوت فيكتور وهو بينادي عليه، وأول ما بيدخل بيلاقي نفسه عند المقبرة الملعونة، وفيكتور واقف وبيقوله بصوت عالي: أنا مش قلتلك اوعى تكسر الحاجز؟ انت ما سمعتش كلامي ليه؟ هتندم على اللي عملته ده انت وعيلتك. فجأة بيلف وبيلاقي نفسه على طريق عام وعربية نقل في وشه، بيتكعبل وأول ما بيقع بيلاقي نفسه في القبو. في نفس الوقت بتكون ريتشل بتنظف مكان القط، وفجأة بتسمع أصوات جاية من فوقيها ومن الحيطة، وبتتصدم لما بتسمع صوت أختها. بتدخل الحمام وتبص في المراية، ومرة واحدة لقيت أختها نزلت منها. بتترعب وبتخرج بسرعة، وأول ما شافت لويس كل حاجة اختفت كأنها ما حصلش حاجة. بيقول لها لويس: ايه رأيك نطلع نغير جو بره البيت؟ حاسس اننا محتاجين ده جدا عشان نعدي الفترة دي، وكمان بالمرة نعزم قرايبنا واصحابنا عشان عيد ميلاد إلي. ايه رأيك؟ وريتشل بتوافق على كلامه. بيروح لويس لبيت جود، وجود بيطلع له كتب عن الأرض اللي فيها المقبرة الملعونة، وبيقول له: أنا دورت وعرفت إن القبيلة اللي كانت عايشة هناك خافت ومشيت، وكمان القبيلة دي هي اللي عملت الحاجز والعلامات اللي عليه عشان تحذر الناس إنهم ما يدخلوش المكان ده ويبعدوا الناس عن المنطقة دي خالص، لأنهم كانوا متأكدين إن الأرض دي تخص العالم الآخر. أنا عايش هنا من زمان، ولما الكلب بتاعي مات بابا دفنه هناك، وفعلا رجع تاني بس كان عدواني جدا، ولما هجم علينا بابا ضربه بالرصاص فمات تاني. لويس قال له: القط كمان عدواني مع إلي وأخوها وبقوا بيخافوا منه جدا. رد عليه جود: أنا آسف يا لويس، أنا كنت فاكر إني بساعدك، ما كنتش عايز إلي تكون زعلانة إنه مات، كنت فاكر إن الموضوع هيكون مختلف شوية لأن الكلب كان لئيم أصلا قبل ما يموت، كده أفضل حل للقط إنه يرجع للموت تاني. بيرجع لويس البيت وهو حيران وشايف إن قتله هو الحل الأفضل والوحيد، بس في مشكلة وهي إنه مش عارف هيقتل القط إمتى وإزاي. بيفضل مستني، وأول ما جه الوقت المناسب راح عشان يقتله. القط بصله فما قدرش يقتله، وبدل ما يقتله أخده على الطريق السريع وقال للقط: أنا هسيبك هنا وإنت وحظك. جه اليوم المنتظر، يوم حفلة عيد ميلاد إلي، وكل الناس كانت موجودة وكلهم كانوا فرحانين ما عدا إلي. كانت زعلانة جدا عشان القط
فرحت بيه جدا وبتحضن باباها، وبتبدأ أجواء الحفلة، وبتروح تلعب مع أخوها وصحابها، وباباها راح هو كمان عشان يلعب معاهم. بيلعبوا استغماية وكلهم بيروحوا يستخبوا من لويس. إلي وهي مستخبية شافت القط بتاعها ماشي على الطريق السريع، بتفرح وبتروح بسرعة عشان تشوفه. ولما أخوها شافها راح هو كمان وراها عشان يعمل زيها. وفجأة بتظهر عربية كبيرة على الطريق السريع. حاول السواق إنه يوقف ويمشي بعيد، بس الصدمة كانت لما العربية اتفكت والجزء اللي ورا فضل مكمل. جري لويس بسرعة عشان يلحق إلي، بس للأسف إلي ماتت في عيد ميلادها. في لحظة عيد الميلاد اتحول لجنازة والكل كان موجود، حتى جاد. لويس وريتشل كانوا زعلانين جدا ومش مستوعبين اللي حصل. ولما رجعوا البيت فضلت ريتشل تعيط وبتقوله أنا شايفة إلي في كل مكان، أنا مش قادرة أقعد هنا من غيرها، أنا هرجع بوسطن بكرة الصبح. لويس مش بيلاقي حل غير إنه يواسيها، وبالفعل تاني يوم الصبح بتمشي ريتشل هي وابنها مع أهلها وبيروحوا بوسطن. بيودعهم لويس وهو بيقول لهم إنه كام يوم بس وهيروح لهم. بالليل راح لويس قعد مع جاد وحط الجاد منوم من غير ما يحس، وجاد بيشرب منه وينام. بيروح لويس وبيطلع جثة إلي وراح يدفنها في المقبرة الملعونة ورا الحاجز. وهو بيدفنها بيظهر له فيكتور وبيقول له بلاش تدفنها هنا يا لويس، بلاش، سيب روحها تتحرر أفضل ليك وليها. لويس مردش عليه لأن فراق إلي بنته كان عميه رغم كل تحذيرات فيكتور ليه. في نفس الوقت ريتشل بتكون في بيت أهلها وبتسمع صوت أختها، وفجأة بينزل دم من الأسانسير اللي ماتت فيه. بتحاول ما تديش اهتمام وما تفكرش في الموضوع كتير. بيناديها ابنها وهو خايف، بتروح عشان تطمنه وبيقول لها ماما فيكتور ظهر لي وقال لي إننا لازم نرجع البيت دلوقتي، لكن هي مش بتصدقه. بيرجع لويس البيت بعد ما دفن إلي وفضل مستنيها في البيت، وفعلا بيسمع صوت جاي من بره البيت. بيطلع يبص ملقاش حد بره، ولما دخل تاني لقى آثار رجلين إلي على الأرض. بيفضل ماشي وراها لحد ما وصل القبر ولقى هناك قناع غريب وبيوطي يشوفه ويلمسه. بتظهر إلي وراه وبتنادي عليه وبتسأله أنا فين؟ بيفرح لويس جدا بظهورها أخيرا وبياخدها في حضنه وبيقول لها إحنا في البيت. بياخدها يحميها وبعدها بيدخلها الأوضة عشان تنام. إلي بتسأله فين ماما وأخويا؟ بيقول لها هما مش هنا دلوقتي، هما سافروا هيجوا خلال كام يوم. بتقوله إلي أنا فاكرة إني كنت في الحفلة، فرحت قوي لما لقيت القط بتاعي، وبعدها ظهرت عربية نقل، بس مش فاكرة حاجة تاني. إيه اللي حصل بعد كده؟ مش بيقدر لويس إنه يرد عليها، لكنه بيقول لها يلا نامي عشان وقت النوم جه. إلي بتطلب منه إنه ينام جنبها، بتقرب منه وبتحضنه وبتقوله إنها بتحبه. تاني يوم بيصحى جاد وبيلاقي نفسه كان نايم في الشارع. بيصحى لويس لأنه اتخض لما ملقاش إلي جنبه. نزل بسرعة يدور عليها، بيلاقيها بترقص وهي لابسة الفستان اللي اتدفنت بيه. بتتعصب فجأة وبتفضل تكسر في كل حاجة حواليها. ريتشل بتتصل في الوقت ده وإلي بتقوله وهي بصاله بصات مخيفة هترد تقول لها إيه. لويس بيختار إنه ما يردش عليها، لكن ريتشل في الوقت ده كانت في الطريق للبيت والطريق كان زحمة جدا، وفضلت تتصل بيه كتير. ولما ما ردش عليها رنت على جاد وبتقوله شفت لويس النهاردة؟ عمالة أرن عليه من امبارح بالليل وهو مش بيرد عليا. جاد بيقلق وبيخاف إن لويس يكون عمل مع إلي نفس اللي عملوه مع القط، وبيقفل مع ريتشل وبيروح بسرعة لبيت لويس. جاد بيخبط على الباب ولويس بيفتح له لكنه مش بيخليه يدخل البيت. جاد بيلاحظ إن في طينة في صوابع لويس. لويس لو عملت حاجة عرفني، لسه في وقت نصلح اللي حصل. لويس بيقوله لا ما عملتش حاجة. بيقفل لويس الباب في وش جاد. جاد وهو ماشي بيتصدم جدا لما بص على البيت وشاف إلي من الشباك، وبيتأكد إن لويس رجعها فعلا. بيرجع بيته بسرعة وبيقفل على نفسه الباب كويس وبيمسك في إيده سلاحه. فجأة جاد بيسمع صوت جاي من فوق، بيطلع يشوف فيه إيه، ملقاش حاجة فبينزل، وفجأة ظهر له القط وبتظهر إلي وهي لابسة قناع غريب وبتضربه وبتقوله أنا شفت مراتك هناك وروحها بتتعذب وانت السبب عشان دفنتها هي كمان هناك. جاد بيقول لها انت ما تعرفيش حاجة عن مراتي. إلي بتقلع القناع وفجأة بيشوف مراته قدامه وبتقوله إلي كمان بتتعذب زيي وانت السبب، لأن انت اللي عرفت لويس المكان وعشان كده هي هتنتقم منك وهتاخدك معانا
عشان تدوق اللي انت عملته معانا، وإيلي فعلا بتقتله. أما لويس فكان بيدور على إيلي، وفجأة ظهرت قدامه ريتشل ومعاها ابنهم. كانت عايزة تقوله عن اللي حصل مع ابنهم، بس هو ما كانش مهتم وكان بيرد على قد السؤال. ريتشل استغربت من كلامه وإنه كمان كان متبهدل، ولسه هتسأله بتلاقي إيلي جاية عليهم وهي بتقول لهم إنهم وحشوها. ريتشل كانت مصدومة وما كانتش قادرة ترد عليها. لويس بيقول لها دي إيلي بنتنا يا ريتشل، أنا ما قدرتش أتحمل فراقها. إيلي بتروح لها بتحضنها، بس ريتشل مش بتقدر تحضنها وبتبعد عنها. بتطلع فوق وبيطلع وراها لويس وبيقول لها مالك يا ريتشل، دي بنتنا، أنا عملت الصح ورجعتها تاني. بس ريتشل كانت مصدومة جدا إنه قدر يطلع جثة بنتهم من القبر بتاعها. لويس بيسمع صوت الباب بيتفتح وبينزل بسرعة عشان يدور على إيلي، وفي نفس الوقت ريتشل بتقعد على السرير وهي مرعوبة، وبتكون سامعة صوت أختها وهي بتنده عليها. بتقفل عينها وبتفتحها، بتلاقي أختها قدامها، وبتلاقي نفس مكان أختها وعندها نفس المرض بتاعها. بتغطي وشها بسرعة وكل حاجة بتختفي. لويس بيوصل بيت جود وبيقلق لما بيلاقيه على الأرض. بيقيس النبض وبيلاقيه مات. بيترعب على مراته وابنه وإنهم لوحدهم في البيت، فبيرجع بسرعة. خلال الوقت ده كانت فعلا إيلي هجمت على ريتشل وبتحاول تقتلها، لكن ريتشل بتقدر إنها تضربها وتبعدها برجلها، وبتحاول تهرب منها وبتكسر الشباك. وبتلاقي لويس واقف تحت وبتديله ابنهم وهي بتعيط كأنها بتودعه، ولسه هتنزل هي كمان. إيلي بتضربها كذا مرة تاني وبتقرب من ريتشل وبتقول لها أنا هسيبك تموتي زي ما سبتي أختك تموت، وبتخلص عليها. في الوقت ده كان لويس ركب ابنه العربية ورجع عشان يلحق ريتشل، وبتقوله قبل ما تموت لويس اوعى تدفني في المكان ده أرجوك. وفجأة بتظهر إيلي وبتضربه على دماغه وبيغمى عليه، وهي بتاخد ريتشل عشان تدفنها في المقبرة الملعونة. بيفوق لويس ويروح يطمن على ابنه، وبيروح بسرعة على المقبرة الملعونة عشان يشوف ريتشل. وفجأة بتظهر إيلي وبتقوله انت غلطت لما دفنت القط هنا، وغلطت كمان لما دفنتني أنا كمان. وبتهجم عليه عشان تخلص منه، لكنه بيقدر يمسكها وبيقول لها إن بنته ميتة. لكن بتظهر مراته فجأة اللي كانت رجعت هي كمان وبتقتله. وفجأة بيظهروا التلاتة قدام العربية اللي فيها ابنهم. في الآخر اللي راح عمره ما بيرجع زي ما كان، ومحاولة رجوعه تمنها أغلى من الفقد نفسه. لو عجبك الفيلم اعمل لايك واشترك في قناة الخلاصة فيلم وفعل الجرس، وقولي في الكومنتات كنت هتعمل زيه ولا هتسيبه يرتاح.